السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم في قناتكم حسنة كيتشن وفي اطار تحضيرات رمضان. اليوم ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم بشنيخه بطريقتي المعتمده، كتجي هشيشه وما كتجيش قاصحه، مع اضافات اللي كتخلي البشنيخه تجيكم هشيشه وبنينه في المذاق. وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوا، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات ديال حسنة كيتشن. وندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات، كيس من الفاني مع كيس من خميرة الحلويات، وغادي نحتاجو الحليب مع ربعة صغيرة ديال الزبدة 125 غرام. غادي نحتاجو القليل من الملح، ملعقة كبيرة ديال النافع، ومعلقة صغيرة ديال القرفة، وعندنا 2 معالق كبار ديال الخل. غادي ناخذ 125 غرام او ربعة ديال الزبده ندوبوها في كاسرونه. غادي نضيف على الدقيق معلقه صغيره ديال القرفه مع معلقه كبيره ديال النافع اللي مطحون ومغربل من قبل، وغادي نضيف القليل من الملح صافي. وغادي نضيفو ديك الزبده اللي ذوبناها من قبل، وكنحاولوا نرملوا الدقيق مع الزبده كيف ما كنديروا الشباكيه. وغادي ندلك الدقيق ديالي مزيان حتى كيترمل ليا مزيان، يعني كنخدموه بهذه الطريقه هذه. وهذه الطريقه هي اللي كتخلي البشنيخه باش تجينا رطبه وهشيشه. نضيف 2 معالق ديال الخل، ونضيف الحليب بالتدريج، والحليب راني مسخناه من قبل صافي. غادي نبقى نجمع العجين بالحليب، والعجينه خاصها تكون قاصحه. من الاسرار نجاح الحلوى او البشنيخه هي خاصها تكون قاصحه بزاف، يعني الجهد اللي غتجمع لينا فقط باش ما كتعذبناش ملي كنبغيو نطلقوها وما كيتلصقوش لينا الخيوط ديالها. ملي نبغيو نطلقوها كنخدموا البشنيخه ديالنا وحنا مرتاحين صافي. غادي نستمر حتى كتجمع ليا، غير كنجمعوها فقط ما كندلكوها ما والو صافي. كنقسموا العجين على حسب الرغبه. البشنيخه الا بغيتو تحضروها فما كتاخدش وقت كتير، كتخدموها في ساعتين غادي تحضروا البشنيخه ديالكم دغيا كتوجد. غندير العجينه في بلاستيك غذائي وغادي نبدا بالكره الاولى نطلقها. غنطلق العجين بالمدلك كيف ما كنديروا الشباكيه. كنطلقوا العجين باش يتقاد لينا وتجينا على شكل واحد، يعني مستطيل بهذه الطريقه هذه اللي هي بسيطه. ونحاولوا نديروا على حساب العرض اللي عندنا في الماكينه. صافي غادي ندير العجينه اللي طلقت في بلاستيك غذائي، وغادي نستمر بنفس الكيفيه حتى غادي نكمل العجينه كامله. صافي غادي نبدا نطلق العجين ونحاولوا نعاونوا الماكينه بهذا الشكل هذا. نطلق العجين كامل، عاد ندوزو باش نطلقوا العجين في الماكينه. انا خليت العجين ترتاح واحد شويه ماشي بزاف صافي. غادي ندوز العجين في رقم 2. غادي نبداو ندوزو العجين كامله باش تكون الخدمه ديالنا منظمه. صافي كنعاود ندوزها في رقم 4 وكندوزها في اخر مرحله اللي هي 6 او 7 على حساب اي واحد واش كيبغي البشنيخه تكون رقيقه او غليظه. انا دوزتها في رقم 6. وإلا بانت لكم خليتو العجينه جاريه واحد شويه وما كتحكموش فيها ملي كتطلقوها في الماكينه، فرشوهم بالدقيق مزيان في المرحله الاخيره وخليوهم فارقين باش ينشفوا واحد شويه حتى كتحسوا بها شدت في راسها.
انا بالنسبه لي غادي نخدم بها مباشره، لانني خدمتها قاصحه بزاف فما غاديش تعذبني نهائيا. وملي غادي نطلقها في الجهه ديال السباكيتي غادي تبقى هي قابطه راسها ودوك الخيوط مفارقين. ملي كيتلصقوا دوك الخيوط فكيجي شكلها ما مزيانش. صافي انا من بعد ما طلقت العجين غطيته بلاستيك غذائي باش ما ينشفش ليا العجين اكثر من الجهد، لان كيف ما قلت لكم انا عندي العجينه قاصحه بزاف. صافي غادي نبقى نطلق العجين في الجهه ديال سباكيتي، كنطلقها وكنشدها بايديا. الطريقه راها واضحه. والخيوط اللي كيبقاو شايطين لينا فما تستعملوهمش، ونجمعوهم ونديروهم في بلاستيكه باش يطلقوا راسهم، ونعاودو نخدموهم بنفس الكيفيه ونستعملوهم عادي. صافي كيف ما كتلاحظوا دوك الخيوط راهم مفرقين، كنحاول نقرص العجين كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. وهنا كنحاول ندير البشنيخه ديالي تجي قد قد، ما تكونش وحده كبيره وحده صغيره. صافي كنقرص العجين مزيان، لان العجين راه شاده راسها وقصحه شويه باش ما تحلش لينا فاش نكونوا كنقليوها. كنقطع البشنيخه وهنايا كنشدو العجينه، كنجبدها مزيان باش الا كان شي خيط ما مشدودش او ما لصقش فكيتحيد. وبنفس الطريقه غادي نعاود معكم واحده اخرى. صافي كنهز البشنيخه ديالي كنجبدها وكنلويها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي وكنقرص دوك القنات، كتجي على هذا الشكل هذا كتجي زوينه بزاف. صافي من بعد ما انتهيت من التشكيل ديال البشنيخه فكندوزو مباشره باش غادي نقليوها. فكنديروا الزيت سخون مزيان، فكنديروا الزيت بالزايد واحد شويه. صافي نتاكدوا باللي الزيت سخنات، عاد كنوضعوا فيها البشنيخه وما تكونش الزيت سخون اكثر من الجهد باش ما تخطفهاش لينا، نردوا ليها البال. كتكون العافيه متوسطه حتى كتشد في راسها، وكنقصوا العافيه ونخليوها تقلى على خاطرها باش ما تجيناش مطبعه، جهه مغلوقه وجهه فاتحه، يعني جهه محمره وجهه ما محمراش. وكنأكد ان العافيه خاصها تكون مهيله باش كطيب لينا البشنيخه من الداخل وكتحمر، ما كتبقاش لينا معجنه. والمقله خاصها تكون فيها الزيت بالزايد، كطيب لينا البشنيخه في خطره واحده وما تكونش الزيت قليله باش ما كتنزلش لينا البشنيخه لتحت ديال المقله وكتحرق. صافي ملي كتشد في راسها فكنقلبوها للجهه الاخرى وكنخليوها تحمر. ومن الاحسن انا فاش تبغيو تقليو بحال هاد المعسلات هادو فشوفوا واحد المقله اللي هي ثقيله ما تكونش من دوك الخفاف. صافي من بعد ما تحمرت البشنيخه غادي نطفيها في العسل، والعسل خاصها تكون ثقيله. انا استعملت العسل صنع منزلي، راني محضراه من قبل معكم في القناه. غادي نخلي لكم رابط ديال العسل في اسفل الفيديو. وغادي ندوزو دابا باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال البشنيخه اللي حضرت معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه. فانا زينتها بقليل من لوز ايفيلي او ممكن تزينوها بالزنجلان، فلكم الاختيار. فكتجي البشنيخه هشيشه وبنينه وكتجي رائعه في المذاق. فكنتمنى نكون عطيتكم جميع الاسرار اللي تخليها تنجح معكم البشنيخه من اول تجربه وتجيكم زوينه. فما تنساوش انكم ديروا جيم الفيديو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات ديال حسنة كيتشن. وتشتركوا في القناة إلا كنتم مازال ما اشتركتوا. إلى وصفة جديدة إن شاء الله. خليتكم على خير.